دنيا باطمة نشرات على حسابها الرسمي بالانستغرام صورة كتجمعها مع الأم ديالها والأخت ديالها ابتسام في دبي. فبزاف ديال الناس اولا بزاف ديال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع هاد الصورة بطريقة إيجابية، وقالوا على أن دنيا تبدلات بزاف وتبدلات للأحسن. تبدلات كشخص، يعني تبدلات كيفاش ولات، شنو ولات كتحط في الانستغرام ديالها، شنو ولات كتشارك مع الناس، شنو ولات كتقول، وكذلك تبدلات حتى في الشكل ديالها، ولكن تبدلات بطريقه ايجابيه. بزاف اللي ولاو كيشكروا دنيا باطمه. وكيف ما كتشوفوا دنيا باطمه في واحد اللحظه كانت عندها بزاف الانتقادات اللي فريمون سلبيه، ولكن من بعد خروجها من العقوبه اللي كانت قضات في السجن ولاو عندها تعاليق، ولو عندها ناس اللي فريمون كيهضروا عليها بطريقه ايجابيه. فكيف كيقولوا اي حاجه كتباع لك سيدي ربي الا ما كيشد لك باب حتى كيحل لك باب واحد اخرى. فهي من بعد ما كانت ممنوعه انها تسافر لاي بلد، كتبقى غير في المغرب. دابا كيف ما كتشوفوا راها حره، كتمشي فين ما بغات لاي بلد، كتمشي عندها دي انترفيو، عندها حفلات. يعني دنيا باطمة رجعات شويه بشويه الماضي بحال كي كانت منه، بل ولا قبل كاع ما يوقعوا المشاكل. والناس الحاجه اللي كتعجبهم في دنيا باطمه انها دائما هي واخواتات ديالها والام ديالها ما شاء الله عليهم دائما مجموعين. فدنيا باطمه دائما وسط العائله ديالها، وهي ديجا فاش حطات الصوره مع الام ديالها كتبات على ان راها دائما مع الام ديالها، وكذلك ما كتستغناش على الاخت ديالها ابتسام باطمه. فكيف ما كتشوفوا هما كيدعموا بعضياتهم، وكيف ما لاحظنا على ان دنيا باطمه ما بقاتش كتدخل في حياتها بزاف ديال الناس. شحال هادي دنيا باطمه كانت بنت الشعب، كانت متواضعه بزاف. انا ما كنقولش دابا يعني ما راهاش بنت شعب ولا ما راهاش متواضعه، لا، ولكن كانت ما كتفكرش اللي جا مرحبا. كل شيء الاصدقاء ديالها كتجتمع بزاف، ولكن حاليا ولات كدرس الخطوات ديالها، ما ولاتش كتجمع بزاف مع الناس. كنشوفوها الا شفناها كنشوفوها غير يعني داكشي بروفيسيونيل، كنشوفوها غير في الخدمه مع صحفيين مع اعلاميين. وحتى في طريقه الحوار ديالها كتحضر اش كتقول، يعني كتهضر غير على الاعمال ديالها. ما بقيناش كنشوفوا دنيا باطمه كتدخل في شي مشكل هكا ولا هكا. مش حال هادي دنيا باطمه كانت كتجيب النفس، بحال دابا شي واحد مظلوم كتجيب عليه النفس، شي فنان تظلم كتبغي حتى هي تجيب عليه النفس. حاليا كيف ما كنشوفوا دنيا باطمه فقط كتهتم براسها، بالحياه العمليه ديالها، بالاغاني ديالها، بالجديد الفني ديالها فقط لا غير. وكيف ما كنشوفوا كذلك ان الدنيا ضروري ما كدير البصمه ديالها على المغرب. فدائما كتشجع المنتخب المغربي، ودارت اغنيه ودارت عمل فقط لهذه المناسبه.